كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. عشاق كرة القدم بالوطن العربي كانوا شاهدين على واحدة من أفضل نسخ بطولة كأس العرب للأندية الموسم ده، بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال اللي فاز بيها طبعا النصر بعد تألق غير عادي من رونالدو اللي كان أهم أسباب تتويج العالمي باللقب العربي الأول. البطولة حرفيا استثنائية في كل حاجة، بث تلفزيوني وملاعب، ده غير اللعيبة اللي كانت في البطولة رونالدو وماني وسافيتش ومالكوم وغيرهم كتير من النجوم. تحس انك كنت بتشوف دوري ابطال بس على صغير كده. النصر كان بيشارك في البطوله بدعوه من الاتحاد العربي ومشواره ما كانش سهل زي ما الناس كانت متوقعه، بس رونالدو كان له راي تاني في كل الماتشات. النصر كان واقع في المجموعه الثالثه تقريبا، اصعب مجموعه في البطوله، كان معاه الزمالك المصري والشباب والاتحاد المنستيري، وبدايته ما كانتش افضل حاجه. في اول مباراه للنصر في البطوله بيتعادل مع الشباب 0-0 باداء كان مخيب لامال جماهيره. الجوله الثانيه النصر تقريبا حس بالضغط، علشان كده نزل رازع الاتحاد المنستيري 4-1. الاجوان جت عن طريق رونالدو وتاليسكا وعبد الاله العمري وعبد العزيز سعود علشان يخش ماتش الزمالك وهو محتاج نقطه واحده بس علشان يصعد. طبعا كله قبل الماتش كان بيقول ان النصر هيخش ياخد الزمالك 4 أو 5 عادي بسبب الوضع اللي الزمالك بيعيشه، بس اللي حصل ان الزمالك عمل ماتش عالمي يعتبر ماتش حياته، وكان النصر على بعد خطوه واحده انه يودع البطوله. بس محطم الارقام عمنا وعم الناس كلها رونالدو كان ليه راي تاني، نتش الزمالك جون في الدقيقه 88 عشان النصر يتعادل ويصعد لدور ربع النهائي كثاني مجموعته، علشان وقتها يقابل الرجاء المغربي اول المجموعه الرابعه تقريبا كده. النصر لما بيحس بخطر بينزل ياكل اللي قدامه. النصر نزل ماتش الرجاء وهو عايز يخلصها من بدري، هوب في الشوط الاول رزع الرجاء 3 بالمستريح كده، رونالدو وسلطاني غنام وفونا وعبد الله ماضو جاب جون في نفسه، يعني عملوا كل حاجه. المهم من نتيجه الشوط فضلت زي ما هي والماتش خلص 3-1 للنصر عشان يتاهل العالمي ويقابل مفاجاه البطوله الشرطه العراق. الماتش فضل معاه اقرب للنصر والشرطه كان بيكافح على قد ما يقدر ان الماتش يوصل لركلات جزاء، بس طبعا عمنا وعم الناس كان ليه راي تاني. في الدقيقه 75 ساديو ماني بياخد ركله جزاء يسجلها رونالدو ويفوز النصر على الشرطه 1-0 ويصعد للنهائي علشان يقابل الهلال في واحده من اقوى ماتشات في الخليج. النصر والهلال او الهلال والنصر في ديربي الرياض، ومش اي ديربي، لا ده في نهائي كاس الملك سلمان للانديه. بعد مباراة كانت مليانة بالإثارة والتشويق النصر بيفوز بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه. الحقيقة إن الموضوع ما كانش بالسهولة دي خالص، الهلال كان في طريقه لتحقيق لقبه العربي الثالث بعد ما سجل الجون الأول في مرمى النصر عن طريق ميشيل في الدقيقة 51، ده غير طبعا طرد مدافع النصر عبد الإله العمري في الدقيقة 71. بس عمك وعم الناس كان برضه ليه رأي تاني. مفيش 3 دقايق بعد الطرد رونالدو بيسجل التعادل في الدقيقة 74 علشان يروح الماتش لأشواط إضافية، وزي ما قلت لك تحس إن النصر بيلعب لما يحسوا بخطر، رغم حالة الطرد وإن الفريق بيلعب ناقص بس كان بيروح يهاجم ويضيع أكتر من فرصة، كانوا بيلعبوا أكنهم مش ناقصين. في الدقيقة 98 رونالدو بيسجل الهدف الثاني للنصر من رأسية رجعت من العارضة بعد شوطة جامدة من فوفانا علشان يتقدم النصر وتنتهي المباراة بفوز العالمي على الهلال بفضل رونالدو وتحقيق أول لقب عربي للفريق. ده غير إن أول فريق سعودي يحقق البطولة من 18 سنة، وغير إنه أصبح سادس فريق سعودي يحقق البطولة بعد الاتفاق والهلال والشباب والاتحاد والأهلي. ده غير برضه إن النصر نجح في تحقيق أول بطولة غير محلية بعد غياب ربع قرن منذ تتويجه بكاس السوبر الآسيوي سنة 98 اللي أهلته للمشاركة في كاس العالم للأندية سنة 2000. ده غير برضه إن البطولة دي الخارجية الخامسة للنصر بعد ما حقق كاس الخليج مرتين وكاس الكؤوس وكاس السوبر الآسيوية. كل ده حاجة وإنه حرم الهلال من تحقيقه ثالث ألقابه اللي لو فاز كان هيعادل بيها رقم الترجي التونسي. خلينا متفقين ان البطوله دي كانت نسخه استثنائيه فعلا انتهت بتتويج النصر بالبطوله، بس الحقيقه انه لولا رونالدو ما كانش النصر هيتوج بالبطوله. علشان كده اداره النصر اتعادت معاه لان البطولات بتجري وراه في كل مكان. وطبعا في ناس بتقول عليه منتهي وكبر والكلام ده، بس رونالدو هيفضل هو النسخه الاستثنائيه من اي لاعب كره قدم. رونالدو هو رونالدو مهما مر عليه الزمن، هيفضل بيلامس السحاب الابيض وبيبص للكل من فوق ببساطه لانه هو البطل. نسخة استثنائية انتهت بتتويج رونالدو العالمي ببطولة كأس العرب للأندية.